عجايب وآيات كتيرة قوي عمالة تحصل وتجرى. الإصحاح التاني من سفر أعمال الرسل بيتكلم الحقيقة عن حلول الروح القدس. حصل إزاي؟ يوم الخمسين كانوا مجتمعين اليهود من كل أمة، لأن هم أصلا ما كانوش كلهم موجودين في نفس المكان، كانوا بيجوا من كل البلاد موسم للحج. ودي كانت فرصة للإعلان عن قيامة ربنا يسوع المسيح والفداء. واللي حصل إنه في يوم الخمسين حصل هبوب ريح. طب ليه ريح؟ أصل الريح مش بيتشاف لكن بيتسمع وبيتحس بيه، وده الحقيقة تشبيه لوجود الروح القدس وسطينا. احنا مش شايفينه بس بنسمع صوته جوانا وبنحس بقوته. كمان ظهر في ألسنة منقسمة، والألسنة دي كانت نارية، لأن الروح القدس روح ناري بيطهر الإنسان من الخطية وبيديله قوة عشان يبتدي يشتغل ويعمل في كرم ربنا يسوع لكل المجد. حصل ايه بقى علشان يبان ان الروح القدس حل على التلاميذ؟ ابتدت فكرة التكلم بألسنة. يعني ايه التكلم بألسنة؟ ده عكس اللي حصل في بابل. برج بابل زمان من كتر الكبرياء بتاع البشر قالوا احنا عايزين نبني برج يوصل للسماء عشان نبقى شبه ربنا ونحكم احنا العالم كله. فربنا بلبل ألسنتهم، وابتدت من اليوم ده فكرة لغات العالم كله، ان الناس ما تبقاش عندها نفس اللغة. في يوم الخمسين حصل العكس، ابتدى الناس تتكلم باللغات، تلاميذ بالذات الحل عليهم روح القدس، كل الموجودين يسمعوهم. اللي واقف بيتكلم عبري يفهم العبري، يوناني يفهم يوناني، ايا كان بقى اللغة اللي موجودة، والتلاميذ بيتكلموا وبيعظوا الناس فاهمة اللغة. وهنا على فكرة ما كانوش بيقولوا اي كلام، مش اي تك 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 كده ابدا. تكلم بألسنة معناه انهم اتعلموا اللغة، لانه لا في وقت ياخدوا كورسات ولا كان في اصلا كورسات ولا في حاجة اسمها تعليم اللغة بسهولة. فدي كانت نعمة من نعم الروح القدس. طب ودلوقتي التكلم بألسنة موجود، مواهب الروح القدس لا تنتهي، لكن التكلم بألسنة هنا معناها ازاي توصل الرسالة للي حواليك. احنا دلوقتي مش محتاجين تحصل معجزة عشان نتعلم انجلش، ناخد كورس انجلش اتعلمه، لكن محتاج معجزة عشان افهم اللي قدامي عايز ايه. فابقى بكلم المتشكك بصيغة البراهين والأدلة، أبقى بكلم الخايف بصيغة الإيمان، أبقى بكلم الإنسان اللي مش فاهم بصيغة التعقل. هي دي فكرة يعطيكم الروح تتكلموا بإيه. وده نوع من التكلم بألسنة، لأنها موهبة من مواهب الروح القدس بيديها ربنا للمتكلم عشان كلمته توصل للناس، مش عشان المتكلم أبدا، لكن عشان الروح القدس يفهم كلمة ربنا. وده يفيدنا كمان، ده يفيدنا الحقيقة لكل إنسان بيدي أي حاجة عن ربنا، سواء خادم مدارس أحد أو أي خادم بيحضر أي كلمة عن ربنا. اوعى تاخد كلمة واحد تاني تحفظها وتروح تقولها. طب وروح القدس اللي بيعمل فيك؟ طب مطلوب مننا ايه؟ مطلوب مننا اننا نقرا الكتاب المقدس كويس، نفهمه كويس، نقرا كذا سورس، كذا مصدر او كذا مرجع عشان نفهم الكنيسة قالت ايه وتعليمها قالت ايه، وبعدين نقعد احنا نحضر ونكتب اللي الروح القدس يمليه علينا. لانك لو اخدت تعليم حد تاني زي ما هو بالظبط ورحت سمعته، الحقيقة انت بتنقل تعليم شخص اخر. طب والروح القدس اللي جواك اللي عايز يعمل، مش انت كمان ابن لربنا؟ مهم نقرا نحضر بمراجع، لكن مهم كمان ان انا احضر من اللي ربنا هيديهوني والكلمة اللي عايز يوصلها للمستمع، لان المستمع بتاعي غير المستمع بتاعك غير المستمع بتاع اللي جنبك. ربنا بيرسلنا نشهد عنه، والحقيقة اليوم ده آمن فيه 3000 نفس. طب ناخد التدريب، هناخد 4 تدريب هم عملوها لما الروح القدس حل عليهم. كانوا مواظبين على ايه؟ اول حاجة تعليم الرسل. تعليم الرسل كانت قراية الانجيل، لانه الانجيل ما كانش اتكتب في الوقت ده، فتعليم الرسل معناها واظب على قراية الكتاب المقدس. تاني حاجة الشركة. الشركة يعني نشوف المحتاج نديه، اي حد محتاج اي حاجة بندي لبعض، وده الصدقة اللي احنا المفروض نتعلمها. ثالث حاجة كانت كسر الخبز، هتلاقوا الكلام ده في آية 42 في الإصحاح الثاني. كسر الخبز سر الإفخارستية. رابع حاجة الصلوات، سواء الصلوات الفردية
بيني وبين ربنا أو الصلوات الجماعية. بالأربع حاجات دول تتنهي كده آية 43 كانت عجائب وآيات تجرى. فلو عايزين عجائب وآيات تجرى محتاجين نواظب على تعليم الرسل اللي هو الإنجيل، الشركة، الصدقة، كسر الخبز الإفخارستية، وأخيرا الصلوات وهي الصلاة لربنا. ربنا يمتعنا بالأعمال الرسل.